اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الجزائريه اللي جات المغرب ودخلات لواحد من المراكز التجاريه. تخيل معايا لا رياكسيون ديالها، يعني كيفاش رياجات فاش شافت الزيت. المهم كانوا قال لي راه في المغرب راه كيديروا الطوابير على الزيت، ولكن فاش شافت الكميه ديال البيدوزات وديال القراعي ديال الزيت اللي كاينه غير في سونتر واحد، بصح نيت تفاجات، بصح نيت ما فهمات والو. كيصحاب واش داكشي اللي وقع عنده في الجزائر راه نفسه وقع في المغرب. ولكن قبل ما نشوفوا هذا الفيديو خلينا نشوفوا الفيديوهات اللي جمعنا لكم. الولايه في مجال التربيه واش تسمي عسل؟ هذه اللقطه هذه للتاريخ، فاش كيدير فيها عبد المجيد الله يسمح لنا من كنيتو بانه راه فاهم بزاف. يعني فاش كيبغي يطيح شي واحد كيطيحوا في الفخ وكيبغي يبان بانه راه بصح نيش مريقل عليه. ها شنو كيدير؟ حر. واش نسميه؟ عسل حر. واش تعرف؟ ما فيش حوايج اضافيه، عندها من النحله للمستهدف. والنحله واش تاكل؟ النحله تطرح. الاسئله اللي كيسولوا اسئله بابتزازيه. ما عمري شفت رئيس ديال شي دوله واقف مثلا في معرض بحال هذا وكيسول السيد النحله شنو كتاكل؟ اش كتاكل النحله؟ ربي سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شارب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. تاكل من الاشجار من النباتات. لا خليني هذه في المواسم العاديه. والو هو بغى يديه لداكشي اللي باغي هو. يعني عبد المجيد ديجا جايب واحد الجواب في راسو قبل ما يدخل هذا المريض هذا، وضروري خصو يطيح هذا السيد هذا يطيحوا في الغلط. في الشتاء واش توكل؟ وقتها السكر والماء. دونك ماشي حر. ما سي ترى برافو عبد المجيد. جا من الاخر حضر وجهه صافي بغى يزيد في حاله. دونك ماشي حر. تعال ندوزو الفيديو واحد اخر. شوفوا الصورة اللي بعدها مشاهدينا الكرام. كأس العالم في المغرب. هاد حفيظ الدراجي انا ما بغيتش يتفهم ليا، كيطيح راسو في مواقف بايخه. سلام المغرب ناض داز للسعوديه العفو. وكأس العالم في المملكة العربية السعودية. أنا لا أعلم لماذا المعلق الرياضي حفيظ الدراجي دائما ينتقد المغرب والمملكة العربية السعودية. ما أعرف ليش هاي الانتقادات. انا عارف. إيه نتكلم عنها، بس ليش ينتقد حفيظ الدراجي دائما المغرب ويروح يرجع المغرب ويروح يرجع السعودية؟ ليش الانتقادات؟ ما أعرف والله شو السبب. لأنهم ناجحين، هو مش ناجح حفيظ الدراجي. لا مش بس هذا. من الاخر راه كيقول لك، ما بغيت الصراحه ما بغيتش نسب، كيقول لك الحيوان فاش كيشوف مثلا اللحمه بعيده كيقول راه خانزه. الحاجه اللي ما قدرتيش توصل ليها نتايا كتقول على الناس اللي وصلوا ليها ان راه ما غادي يديروا والو، ولا راه ما غاديش تصدق ليهم، ولا راه جابوها غير بالرشوه وبتخراج العينين، ولا غير صدقات ليهم، ولا عندهم الزهر. صافي المغرب غينظم كاس العالم 2030 والسعوديه غتنظم كاس العالم 2034. سدات مادام صافي راه تكشبات، راه كاينه عند الفيفا. العالم كامل معترف بهذا البلان. واش غنتسناوك انت تنوض الضوي على باش تقولوا لا حفيظ الدراجي راه واقيلا عنده الحق؟ شخصنا يدخل امور سياسيه في امور رياضيه. حفيظ الدراجي هذا هو الواقع، يدخل امور سياسيه في امور رياضيه. للأسف. شخصنة حزبيه امور اخرى. وهذه الامور المفترض ان واحد من مثله رجل له في معلق يعني رياضي. نعم له في الرياضه باع طويل، المفترض انه يبقى لا اسم ولك جمهور ولك متابعين. لا خسر ولك جمهوره. محبين. انت اليوم لما تشخصن الامور بهاي الطريقه داكشي يا صاحبي والله الا كان حفيظ الدراجي كنا كنتصنتوا ليه من شحال هذيك كمعلق، وكان عنده بزاف ديال الجمهور هنايا في المغرب. دابا وليتي ضحكه، ولا الجمهور اللي كان كيبغيك وكيحبك وكيقول راه التعليق ديال حفيظ الدراجي من احسن المعلقين اللي كانوا دازوا في الجزيره الرياضيه ولا في البين سبور. دابا وليتي اضحوك يا صاحبي. انت معلق رياضي اش داك لشي حاجه سياسيه، وهذا الشيء غيخليك تفقد بزاف ديال الجمهور ديالك. راه لا سواء في السعوديه لا في المغرب لا في بلدان وحده اخرى اللي دويتي عليها. انا ما عرفتش ربي الا عطاك واحد القبول وعطاك واحد الحاجه اللي كتمتاز بها على ناس وحدين اخرين، علاش انت كتفقد هذه الحاجه في راسك؟ علاش انت هي كتضيعها؟ وتبعد نفسك عن المجال الرئيسي اللي انت فيه وتدخل نفسك في امور حزبيه مثل ما قال وامور كذا وتنتقص من. بالضبط. كابتن عادل هو قال في البدايه المغرب ما بياخذونه، خذوا الحين كاس العالم هم اسبانيا وكذا. قال وعنده مشكله مع المغرب. قال السعوديه 48 فريق، كاس العالم 34، وهم صعب انهم يسوونه، بيعطونا اكثر من. السعوديه صاحبي راه اللعابه اللي جايبه دابا راه سوين الملاير ديال الفلوس، والسعوديه باقيين غيتسناوك انت تقول لهم. دوز الفيديو واحد اخر. تخيل معايا لجنه على قدها في الجزائر غدا باش تشري روبيني. على الروبيني ما خدامش.
ربي واش رانا نعانيو مع الزوايل هذا، واش رانا نعاني. هذا ما حملش راسه، جايين باش يدشنوا روبيني، ما هذا الهراء. دوزوا الفيديو اخر. ومن بعد قال لي واحد الوقت، قال لي بلال، هاد بلال انا باقي ما عرفتش شنو بغى. مره يخرج يقول لك باسبور مغربي، انا ما عندي ما ندير به، شنو غادي ندير به؟ انا جزائري ونحب الجزائر، واش انا المروك انا ما عنديش مع المروك. شويه يخرج يطلب مسامحه من المغاربه، شد خط واحد اخي بلال. لو كان نعطولك الجنسيه مغربيه، راني من المغرب، انا اقسم بالله العلي العظيم الى في المغرب كيكون في المغرب نكون في بلادي تحصل. انت كيفاش من المغرب ولا فاش كتكون في المغرب تحس بلادك؟ احنا اللي ما كيعترفش بالمغرب وبالصحراء مغربيه وما كيبغيش هاد البلاد هذا ما كنعتبروش مغربي. سير حيد سير. دوزوا الفيديو اخر. لقد تفنن الاستعمار الفرنسي في زرع الجهل في صفوف الجزائريين والجزائريات. عدد الجزائريين الأميين الذين لا يحسنون لا الكتابة ولا القراءة عددهم 90% من المواطنين. صافي حنا ما قلنا والو. 90% هذا الرئيس ديالكم اللي اعترف بان الجزائر الاغلبيه ديالهم اميين. اسمع، هذه جزائريه جات لسونتر كوميرسيال هنا في المغرب، هذا سونتر واحد، راه تبارك الله المراكز التجاريه اللي كاينه في المغرب راه لا تحصى ولا تعد. اسمع شنو غادي تقول فاش غادي تشوف الزيت. ها هو هذا الزيت، هذا يقولوا له الزيت كان الاشكال مش عليه ولا طابور ولا والو. خاوتي تجي ترفدي واش تحبي. هذا زيت الزيتون، زيت المائده كيف ما كيسميوه، زيت اركان الله يبارك. هذا زيت الزيتون، ها هو الزيت في المغرب. وين تروحي تجبريه كاش مشكل، كاش طابور، كان والو. ترى الزيت هو اللي يدير الطابور على بنادم، ماشي بنادم اللي يدير الطابور على الزيت. واش كيصحاب لكم حنا في الجزائر تشري واش تحبي كانش مشكل. والله الا شحال من مره كنقولها، راه بزاف ديال الجزائريين اللي خاصهم بصح نيش يجيو يزوروا المغرب باش يعرفوا الحقيقه، لحقاش راه كيوصلوا لكم غير داكشي اللي بغاو. راه الحمد لله حنايا في بلادنا حتى واحد ما كيتخص، وسيرتو في الماكله، راه سوا خدام واكل سوا ما خدامش كياكل. حتى واحد ما عندنا هنا في المغرب كيموت بالجوع، يكذب عليك الكذاب. كتلقاه واكل الناس شارب، الحاجيات ديالو الاساسيه موفره ليه. ما غاديش نقولوا بان حنايا راه معفيين من المشاكل ومن صداع الراس، كاينين مشاكل، كاين الناس اللي كتقلب على خدمه، كاين الناس اللي باغا تطور يعني من المعيشه ديالها، كاين الناس اللي باغا تعيش يعني بطريقه احسن. ولكن راه الحمد لله عمرك تسمع شي مغربي مات بالجوع، عمرك تسمع شي مغربي خارج كيدير الصف ولا كيدير الطوابير على الماكله، على باش ياخذ الخبز ولا باش ياخذ الحليب ولا باش ياخذ الفرماج. كنديروا طوابير حنايا في مسائل مثلا اداريه، الا غنمشي مثلا تقصد مقاطعه ولا، وتا دابا ما بقاوش طوابير، وليتي بالارقام ديالك ومسائل، كتاخذ الرقم ديالك وسير كتوصلك النوبه وكتجي تقضي ديك الساعه المسائل ديالك. الله يسمح لكم اي واحد كيوصل شي حاجه اللي هي غالطه على داك الشيء اللي موعاش في المغرب، الله يسمح لكم. اخوان الفيديو ديالنا سهله، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.